لم يكتف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بتقليص كبير لحجم المساعدات العسكرية والاقتصادية الممنوحة للمغرب، بل ذهب في تقشفه حد وضع آلية لاسترجاع أموال الدعم من خلال وضع نظام يعوض المساعدات بقروض طويلة الأمد. وأكد مشروع ميزانية 2018 الذي قدمه الرئيس ترامب إلى الكونغرس صحة تسريبات سابقة توقعت خفض المساعدات الممنوحة للمغرب ب65%، إذ انتقلت حصته في لائحة الدول المستفيدة من الدعم العسكري والأمني من 17 مليون دولار سنة 2016 إلى 6 ملايين في 2018، فيما نزل غلاف المساعدات الاقتصادية من 15 إلى 10 ملايين دولار. وكشفت وثيقة رسمية أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس بخصوص ميزانية العمليات الخارجية أن الدول العربية الحليفة يمكنها أن تأخذ النسبة المخفضة من حصصها في شكل قروض، وهو ما ترفضه أغلب الدول المعنية.